بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، نهاركم سعيد. بنطبخ طبعا قبل ما نروح الشغل. بنعمل ايه دلوقتي؟ والله احنا الحالة الصحية مش متظبطة شوية، وفي حد عندنا الكلى تعبانة، فبنعمل اكل صحي شوية. من ضمن الحاجات اللي عملتها امبارح وجربتها وطلعت حلوة قوي، دي بصلاية متقطعة رفيع، وحتة تومة، وحتة زبدة صغيرة، ومعلقتين زيت، وبشوح دي. تمام. ودي طماطم مضروبة في الخلاط وبتتصفى، وهتاخد غلوة او اتنين بالكتير، مش بنسبك. وبعد كده مجهزة خضار، كوسة وجزر، الاتنين مع بعض غريبة، دايما البسلة والجزر. عايزة اقول لكم قمة في اللذاذة وفي الطعام. اخلص اللي في ايدي واوريكم. هنا بطاطس مكعبات، حوالي 4 بطاطسات كبار قطعتهم. دي مية مغلية ملهاش ملح، والبطاطس متقطعة للسلق، هتتسلق وبعدين هنقولها. غليت القوطة شوية، احنا يا دوبك غلوتين، عشان طعم القوطة وهي نية لما بيتحط فيها الخضار بيبقى طعمها مختلف. لما تغلي شوية بالبصلاية وقطعة الثوم اللي فيها، الوعد بيختلف خالص. هنحط الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. سلقنا البطاطس وهنبدأ نهرسها. عشان اسهل العملية عليا شوية هبدأ احط الزيت، زيت زيتون، ده زيت زيتون. وبرضه ما بنحطش كتير، لان احنا بنحاول نقلل الدهون منها صحيا، اجهزتنا بتتحسن، ثانيا ما بنضرش نفسنا من اول وجديد. بالنسبه للدهون بطلنا الزيت والزيت الذره وكل الحاجات دي، وبنشتغل تمام اهي. هبدا اضيف ايه؟ عندي فلفل احمر واخضر، فلفل الوان وايه وفلفل اخضر، وعندي كمان نص حزمه بقدونس. كده يبقى انتهت الطبخه. ما تقوليليش ده عك، ما تقوليليش ده مش صحي، لا، هو من ناحيه صحي 100% صحي. انت بتاكلي نشويات عشان ما بتاكليش عيش، ولو اكلتي رز بتاخدي 5 معالق. وطبعا الموضوع بتاع القرنبيط وموضوع البطاطس المسلوقه، عشان الناس اللي كليتها تعبانه او بتشتكي من اي حاجه فبتبطل البروتين، توقف البروتين نهائي، والالبان والبيض عشان ما تلهتش الكلى. هزود رشة زيت. فكل الموضوع ان انت بتخففي الحمل عن الكلى، وفي نفس الوقت بتاكلي اكل صحي ومغذي. عايزه اقول لك احنا بقالنا اسبوعين ماشيين على الموضوع ده، والحمد لله رب العالمين اتحسن، والدكتور قال استمروا. هو لسه امبارح جايب ورقه من عند الدكتور فيها التغذيه بتاعته، بس احنا قلنا نشتغل صحي على ما نرجع له تاني. كده خلاص اهي، وبنغطيها وبنسيبها، وبكده يبقى خلصت موضوع البطاطس المسلوقه. طبعا احنا قلنا الاول ان احنا سلقناها في شويه ميه وملح، بتاخد من 3 ل5 دقايق وبتستوي. ده لو النار هاديه شويه، لو النار سريعه بتبقى اسرع من كده. فميه وملح بس، وبالتالي انا ما حطيتش ملح هنا. وحتى الملح بنقلله جدا، وبدور على نوع ملح صحي نستخدمه عشان تبقى الدنيا ماشيه بيه. نيجي هنا على الكوسه والجزر. كوسه وايه؟ جزر. عايزه اقول لك قسما بالله امبارح عملتها وكانت القوطه عندي قليله، كان لقيت كيس قوطه مجمده كده. هنوطي بس عشان النار. هي داخله على تسويه. بصلايه، قطعه ثوم، قطعه زبده، معلقتين زيت عشان الزبده، وحوالي نص كيلو قوطه تقريبا. بيتضرب وبيتصفى، تاخد غلوتين 2 بس عشان تروح المزازه بتاعتها. وببدا انزل الخضار اللي انا مجهزاه واحطه بيستوي على نار هاديه. بياخد غلوتين في الاول على نار سريعه، وبعد كده نار هاديه. وبكده يبقى انت بتاكلي اكل صحي، هتخسي بقى، ربنا معانا ونخس كلنا ان شاء الله. واتمنى ان تكون الوصفتين عجبوكم، لانهم جداد انا ما شفتهمش على النت قبل كده.